ماشي اتفضل. الاعتصام ده على 23 جهاز. تمام. كلنا اتفقنا ان احنا ما زلنا عايشين عصر الظلم والفساد والغباء الاداري. حلو. ما زال في تفرقه بين ناس شغالين في رئاسه الهيئه وناس شغالين في الاجهزه. في تفرقه في كل حاجه. احنا عايزين العداله، احنا بنتكلم عن العداله. العداله زي الناس دي، محاسب اللي هناك ياخد زي محاسب اللي هنا. مش معقوله ساعي في رئاسه الهيئه ياخد اكتر مننا. احنا طالبين علاج اسري، علاج اسري ده مش حاجه، مش غلط، مش عيب يعني. عندنا ناس بيوتهم اتخرب وطلعوا زوجاتهم عشان عارفين يصرفوا على عيالهم العيانين. دي كارثه كتير جدا عايشها هنا. مش فلوس قولوا طلبات يا بيه، قولوا طلبات يا بيه. هم بيعندوا بيقولوا ان احنا شويه ناس مش اللي عايز يتكلم طلبات بتقول صوابر الهيئه والأجهزة. الطلبات بتاعت انا الناس دي عايز بسيطه اعرف جدا. كلنا اسمنا عايز موظفين اعرف طلبات العلاج الاسري لجميع افراد الاسره، الغاء المقابل النقدي للجان مقابل ذات الجهود للعاملين في الجهاز في الاجهزه يعني. انشاء مستشفى خاصه باجهزه المدن على احدث مستوى. انشاء نادي اجتماعي خاص بالعاملين باجهزه المدن ومنهم جهاز مدينه التكوين طبعا. مساواه العاملين بالهيئه بالعاملين بالاجهزه في الحقوق والواجبات. تعديل لائحه الجزاءات الخاصه بالعاملين بالهيئه. عودة محطات المياه والصرف الصحي لأجهزة المدن. تثبيت العمالة المؤقتة. ماشي؟ وبالرغم من ايه؟ من ذلك فإننا لم نجد أي استجابة من الوزير. والنهارده لسه من 10 دقايق الوزير بيعاندنا، وكان المفروض حاجة اسمها ميزانية بتتقبض كل سنة. الراجل وقف اجتماع الميزانية عشان بيقول لك إن في 20 في أجهزة المدن اللي هم عاملين وزارات، كل جهاز فيه 20 هم اللي عاملين المشكله، ودول ما لهمش شغل. لا احنا لينا شغل وموظفين، وانا موظف بقالي 30 سنه شغال. الراجل ده مش عاوز يدينا حقنه، واللي هتلاقيهم واقفين المطحونين فعلا. علم الميزانيه دي اللي حاجه بسيطه كل سنه نقطه من الحاجات اللي بتطالب بيها الناس تلفاها من قبل ما تيجي عشان يصرفوا على بيوتهم وعيالهم مش لاقيين. الناس اللي في وزاره الاسكان اللي بيقولوا طباخ السم بيدوقوا، مفيش. في 3/4 الناس في اللي ما خدش شقق، وناس قاعده بالايجار، وناس الناس دي تعمل ايه وتعيش ازاي؟ تعيش الناس ازاي دي؟ تعيش الناس اللي تربي بيوتها ازاي؟ والاراضي، الناس اللي بتصرف كم الهيئه ومن هنا ومن هنا. كل ده ظلم وكل ده حرام. هم عشان قاعدين بيصرفوا وبيلاقوا وبيعملوا، مش حاسين بالناس دي، مش حاسين بالطبقه دي خالص. احنا بني ادمين برضه، احنا بني ادمين.